أهلا بيكم في موقعنا وصفات أكل عربية. معاكم مها يونس، ووصفتنا النهاردة هي وصفة حصرية وهي طريقة عمل الاسكالوب بانيه مع الصوص. من النهاردة مش هتضطري تروحي المطاعم ولا هتصرفي كتير، وهتقدمي لأسرتك وجبات المطاعم الشهيرة بتكاليف أقل ومن صنع إيديكي. يلا بينا سوا نعرف الطريقة، وأول حاجة هنبدأ بيها هي المقادير. معانا 4 صدور دجاج منزوعين العظم، و200 جرام زبدة، 2 مكعب مرق خضار ماجي، 4 معالق كبار دقيق، 2 بيضة، بهارات مع ملح وفلفل حسب الرغبة، 200 جرام مشروم مقطع، 2 فص ثوم مفروم، معلقة كبيرة زبدة، معلقة كبيرة خل، 2 معلقة كبيرة مايونيز، 2 معلقة كبيرة دقيق، وكوباية لبن سايل، و3 معالق كبار جبنة شيدر مبشورة، ورشة ملح. أما بالنسبة لطريقة التحضير فهنتبل صدور الدجاج بالملح والفلفل أول حاجة، وبعد كده هنرقق الصدور إن احنا هنفردها على كيس نايلون وهنضرب عليهم بمعلقة خشب كبيرة. والخطوة اللي بعدها هنخرجهم من الكيس النايلون ونتبلهم بمكعب مرقة الدجاج وهنغمسهم في بيض ودقيق. بعد كده هنحط الزبدة في طاسة وهنسيبها لحد ما تدوب، وهنضيف عليها الصدور المتبلة، ولازم ناخد بالنا اننا هنقلب كويس جدا كل وش لمدة دقيقتين على نار متوسطة لحد ما الصدور تستوي. اما بالنسبة للصوص فاول حاجة هنعملها هنسخن زبدة في طاسة وهنضيف لها الثوم، وقبل ما الثوم يتحمر هنضيف الدقيق وهنخلط، وهنضيف اللبن والخل والملح وهنحرك كويس لحد ما المزيج يتكثف. اما بالنسبة للخطوة اللي بعد كده هنضيف المشروم والمايونيز والجبنة وهنستمر في التحريك لمدة 5 دقايق، وبعد كده هنرفع المزيج من على النار. واخر خطوة معانا ان احنا هنحط الصدور بتاعت الدجاج في اطباق التقديم وهنضيف لها الصوص، وبألف هنا. كانت معاكم مها يونس من موقع وصفات أكل عربية.